يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنعمل مع بعض سمك. هنعمل سمك بولتي وهنعمل سمك مكاريل. هما حاجتين بس هنعملهم بطريقه بتتبيله واحده بس. هنعمل النوعين السمك دول مش كالمعتاد بقى هنفضل. يا السمك البولتي معروف يا بناكله مقلي يا بناكله مشوي، فانا زهقت بصراحه وعايزه اغير الموضوع ده. فقلت بصراحه هنعمله بطريقه جديده وفي نفس الوقت مش هتاخد معاكي وقت. يعني حلو قوي في نفس الوقت مش هتاخد معاكي وقت. فمش هتاخد معاكي وقت، فلو عندك عزومة تقدري تعملي نوعين السمك دول بتتبيلة واحدة منك، هتوفري في وقت وفي مجهود. يلا بينا، هوريكم الطريقة سوا وهقول لكم خطواتها. بصوا، ادي عندنا اهو ده السمك البلطي. تغسليه كويس، وطبعا هتكوني محضره التوم. تومايه بقى على قد كميه السمك انت تعمليها. توم وملح، وهتحطي عليه طبعا ملح وكمون وكزبره وشويه الحبشتكنات اللي احنا بنحطها دي. مش محتاجه يعني. اهو انا كده غسلته وصفيته، وكده اهو انا حطيت الثوم اهو المدقوق. هتفرميه كويس. اهو هنحطه بقى فيه ونسيبه كده ايه مع الثوم والكزبره والكمون والملح لوحده كده نسيبه. وادي السمك المكاريل نفس الخلطة، الثوم والبتاع الثوم والملح والكمون والكزبرة. بعد ما غسلته برضو هنحط عليه اهو بصوا، حطيت عليه كده الثوم بالكمون بنفس الطريقة اهي. هي في نفس الوقت بقى الناس يقولوا عليكي بقى ايه ده دي شاطرة قوي اللي بتعمل نوعين سمك، فكلهم واحد. وهنا بقى خلاص انت عملتي موضوع التتبيله بتاعه الثوم والحاجات دي. هنا بقى تيجي الكميه دي على حسب اللي انت هتعمليه. يعني مثلا طماطم بصل والفلفل والليمون هتضاعفي الكميه لو السمك اكتر من كده. وهنستخدم زيت وخل في الوصفه دي. برضو هنضاعف الكميه زي ما بقولك. انا مثلا عامله حاجه بسيطه، يعني مثلا عدد سمكات صغيره، مش عامله عدد سمك كتير، فعلى قدهم. واديني قطعتهم كلهم على بعض، البصل بقى على الطماطم على الفلفل على كله بقى كده مع بعضه اهو. قطعتهم بالمنظر ده وحطيت شويه ملح وشويه كمون ونقلبهم بقى كده نحدقهم كويس. انت هتدوقي بقى، يعني هنا في الحته دي انت هتدوقي الطعم يبقى عامل ازاي. وهنحط شويه خل. يبقى هنقطع الخضار ده كله على بعضه. الكميه قلنا هنزودها على حسب هتعملي كيلو سمك 2 كيلو سمك هتزودي طبعا بس. وهتقلبين كويس. هنبتدي بقى ايه بالسمك البلطي. هنجيب صينيه زي ما انت شايفه كده، وهنستخدم بقى بالنسبة للسمك البلطي الورق الألومنيوم. هنغطي الصينية بالورق الألومنيوم كده اهو. بصوا، والله العظيم مفيش أسرع من كده ومفيش أحلى من كده. يلا كله كده قطع كله وحطه على بعضه. اهو هنجيب السمكة نحشيها بقى الحاجات اللي احنا عملناها اللي هي فوق التوم. يعني احنا كنا حاشينها الأول توم وكمون بالكزبرة اللي هم احنا فرمينهم. الحاجات دي بقى هتحدقيها كويس قوي، يعني مثلا مش تحديقة سلطة بس، لا تحدقيها فوق السلطة شوية، يعني بحيث ان السمك بيتشربها فما يبقاش دلع معاكي. فمش تحدقيها على اساس ان انت هتاكليها، فاديها شوية ملح زيادة لان طبعا السمك بيبقى دلع. فعشان يبقى حلو معاكي حدقيها شوية كمان، هيديكي طعم ممتاز. بصوا اهو انا كده هفضل احشي في السمك، سهلة وبسيطة ومش تاخد معاكي وقت ولا اي حاجه خالص. زي ما بقولك لو انت عامله عزومه الاكله دي تنفع جدا. بقى الميه بقى بتاعت الحاجات دي، الخل نقوم ايه بقى نقعد نوش بقى كده على السمك. والله العظيم طعمه تحفه، هيعجبكم قوي. ولو عايزه بقى ايه تعملي عزومه وتطلعي بقى كده تطلعي طباخه اعملي الاكله دي. نيجي هنا اخر حاجه بقى ليمونه. نجيب بقى ليمونيه كده حلوه كبيره ونقوم عصرينها على السمك من فوق اهو. كده عصرتها كده كلها.
بس مفيش بقى، مش محتاجة اي حاجة خالص. وهنا بقى هنستخدم زيت زيتون، هنحط رشة زيت زيتون كده على السمك من فوق. اه، حاجة بسيطة خالص، رشة كده بسيطة. صينية تحفة بقى القمر الجميلة اللي تجنن دي، هندخلها في الفرن في الرف الوسط، مفيش ربع ساعة وتلاقيها استوت. اوعى بقى وشم الريحة. نجيب بقى صينية تانية، نخش على سمك المكاريل بنفس التتبيلة اللي احنا عاملينها. احشي 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 اهو. بس هنا مش هنحط في الصينية بقى بتاعت السمك المكاريل ألمونيوم، لا، هي صينية عادية كده زي ما هي، مش هنحط فيها اي حاجة خالص. هنحط السمكة زي ما هي، هنحشيها كده. طبعا السمك المكاريل بيبقى مفتوح، بيبقى بالمنظر ده كده، فاحنا هنحشيه. ده بقى ليها طعم حكاية ده لوحده. بصوا اهو، انا بصهم طعمه فظيع بقى بالحاجات اللي محطوطة فيه ده. يا لهوي على الجمال، يا لهوي على الجمال، هتحبوه قوي قوي. وفي نفس الوقت ان انتي عارفه حاجه حلوه كده، ما بتعملي تتبيله واحده وتعملوا منها نوعين بقى سمك، يعني واحد في الفرن، وده على فكره مش هيستوي في الفرن، ده هيستوي على البوتاجاز. فالاولاني هيكون في الفرن نفس الفكره، ليمونيه بعد ما حشينا ونقوم عصرينها على السمك كده. طبعا لو هتعملي كميه اكبر اعصري ليمونتين، انا هنا عامله 3 سمكات بس. عصرنا الليمون وبرده زيت الزيتون، نفس الموضوع، نديها رشه من فوق بس كده اهو. ده بقى هيستوي، خدوا بالكم بقى ان ده هيستوي على البوتاجاز، مش هيستوي في الفرن. البولتي هو اللي هيستوي في الفرن، اما المكاريل هيستوي على البوتاجاز. خدوا بالكم لحسن تتلخبطوا. ماشي، ده كده على البوتاجاز هيتحط، ما بياخدش على فكره. بصوا ربع ساعه كده وهتشمي الريحه بقى، اوعى اوعى جنان. هنا بقى هناخد شويه هنا بقى دي نسيت اقول لكم، هنحط شويه خل كده بس، ده بالنسبه للمكاريل. هنحط بقى بقيه الخلطه في في الصينيه، في الارضيه بتاعت الصينيه. ده بقى بيطلع كده، تحطيه بقى على الرز، حكايه، طعمه حكايه والله العظيم. بصوا قمر كده بقى، هحطه على البوتاجاز وهنغطيه. هنغطي ده على فكره، اما البولتي ما بيتغطوش، بنحطه في الفرن بس ومش بنغطيه. ده هنغطيه ونحطه على البوتاجاز. بصوا بقى، بصوا الجمال بقى، انا عايزاكم تتمعنوا كده. بصوا السمك البلطي بقى اما طالع من الفرن، طعمه بقى، بص شكله تحفه اصلا، طعمه حلو قوي. وتغيير بقى يا جماعه، مش هنفضل ناكله بولت اسمه ايه ده، مقلي مره ولا مشوي مره، فنغير. طعمه حلو قوي، طعمه حلو قوي بالطريقه دي، هيعجبكم جدا. بص بقى القمر التاني كده استوى، ريحته تجنن، ده ابن اللذينه فظيع، بموت فيه، تحفه. تقدري تقدميه طبعا مع الرز والسلطه خضراء، سلطه الطحينه، اللي انت عايزاه. انا والله تعبت قوي في الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.